السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير وهنا. بعد ما عملنا مع بعض الكيكة الاقتصادية بدون بيض وبدون حليب وعجبتكم جدا جدا، هنعمل النهاردة مع بعض الجاتو الاقتصادي ببيضة واحدة بس. هنعمل الجاتو القمر اللي انتوا شايفينه ده. الكيكة هشة جدا وخفيفة جدا جدا وطرية كمان، وصوص الشوكولاتة تحفة. طعمه يجنن ومن غير ولا فتفوتة شوكولاتة. كل اللي هيدوقه مش هيصدق ان هو معمول ببيضة واحدة بس ومن غير شوكولاتة كمان، ومش هيصدق كمان ان انت عملتيه في البيت، وهتنسي انك تشتري الجاتو ده من بره تاني. حبايب قلبي، سموا الله وصلوا على رسول الله، ويلا بقى بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا في الخلاط. عندي كده معايا هنا كوباية من اللبن، وهحط عليها كوباية من السكر، وعندي هنا كمان كوباية إلا ربع من الزيت. استخدمي كوباية واحدة بس في كل المقادير، سواء الجافة أو السايلة. هي دي الكوباية اللي أنا استخدمتها. حطيت دلوقتي كوباية إلا ربع من الزيت، يبقى كوباية من اللبن، كوباية من السكر، كوباية إلا ربع من الزيت. هضيف عليهم 3 معالق ونص من الكاكاو الخام. وطبعا كل ما الكاكاو يكون نوعه حلو كل ما يديكي نتيجة أفضل. او نص كوباية من الكاكاو الخام، يعني نص كوباية كده من نفس اللي انا عايرت بيه المقادير السايلة. هعاير بيها الكاكاو، هي دي الكوباية اللي انا بعاير بيها. هعاير بيها نص كوباية من الكاكاو او 3 معالق كبار ونص من الكاكاو الخام، واضيف عليهم كده رشة من الملح. والحاجة بقى اللي هتعزز طعم الكاكاو وهتخلي طعمه تحفة، نص معلقة صغيرة من البن. البن بتاع القهوة، البن العادي بتاعنا ده يا جماعة. ولو مش موجود عندك ممكن تستخدمي النسكافيه اللي هو سريع الذوبان. الحركة دي هتفرق جدا يا جماعة. وهحط عليهم كده كيس من الفانيليا علشان تزود حلاوة الطعم حلاوة. وبعدين هنضرب بقى كل المقادير اللي معانا دي كويس جدا جدا في الخلاط لحد كده مقام هيتقل معايا. الناس اللي بتقولي القوام ما بيتقلش معايا، بصوا يا جماعة القوام هيتقل معانا جدا زي ما انتوا شايفينه كده. وانا حاطة المقادير قدامكم وهوريكم القوام بتاع صوص الشوكولاتة معايا عامل ازاي. وممكن كمان تحط زيت سرسوب بسرسوب في الاخر، هيتقل معاكي اكتر. بس شوفوا انا حطيت المقادير قدامكم وقوام صوص الشوكولاتة تقيل جدا ازاي زي ما انتوا شايفين. تمام كده خلاص. معايا كده صوص شوكولاتة تحفة بطعم يجنن. هجيب بقى كوباية كده وهملاها كده من الصوص اللي انا عملته. يعني انا اخدت كوباية من الصوص اللي معايا في شفشق الخلاط، وهسيبها بقى على جنب. وبعد كده هحط بيضة واحدة بس على الخليط الباقي معايا في الخلاط، وهحط عليه كمان معلقة كبيرة من الخل، وكيس من الفانيليا علشان البيضة اللي احنا حطيناها. هغطي بقى الشفشق بتاع الخلاط وهضرب بقى شوية الحاجات اللي موجودة معايا في الخلاط دي هضربهم مرة تانية. الباقي معانا من خليط صوص الشوكولاتة مع بيضة مع معلقة خل مع شوية فانيليا لحد لما يوصل معاكي بالقوام اللي انت شايفاه ده. وتعالوا بقى بينا نحضر المقادير الجافة مع بعض. وبنفس الكوباية اللي أنا عايرت بيها المواد السائلة هعاير بيها المواد الجافة. معايا هنا كوباية ونص من الدقيق. اهو معايا هنا كوباية ونص من الدقيق. هضيف عليهم كيس من البيكنج باودر، يعني بما يعادل معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وبعد كده هنخل الدقيق مع البيكنج باودر مرة واتنين علشان اتأكد ان البيكنج باودر والدقيق اختلطوا مع بعض كويس جدا جدا. وبعد كده هنزل بالمقادير اللي كانت معايا في الخلاط، وطبعا هنزل بالمقدار كله علشان المقادير بتاعتنا تكون مظبوطة. وبعد كده هنقلب في اتجاه واحد لحد ما كل المكونات تختلط مع بعضها والدقيق يختفي خالص في المكونات السائلة اللي موجودة معانا. بصوا بقى يا حبايبي على حسب نوع الدقيق، يعني ممكن تلاقي العجينة مظبوطة وقوامها مظبوط معاكي، وممكن تلاقيها تقيلة على حسب ما تشوفي بقى. بس بعد ما تقلبي كويس هنشوف مع بعض كده قوام الكيكة المظبوط اللي المفروض نوصل ليه. انا هنا كده بعد ما قلبتها حسيت ان القوام بتاعها تقيل شوية.
فحطيت لها معلقتين من المية، أو ممكن تحطي معلقتين من اللبن الموجود عندك حطيه، لأن المفروض العجينة تنزل خيط بسرعة كده شوية. وقلبي برضه في نفس الاتجاه اللي انت كنتي بتقلبي فيه، يعني عينك هي الميزان. هتشوفي قوام الكيكة أول ما تلاقيها قوامها تقيل كده شوية، ممكن تزودي سنة كده من المية أو اللبن، وكده القوام بقى مظبوط معايا. هتعرفيه ازاي؟ بصي بتنزل خيط، الخيط بينزل بسرعة ازاي. أول ما هتلاقي الخيط بينزل بسرعة كده، تعرفي خلاص إن الكيكة كده قوامها مظبوط. انما بقى لو الخيط بينزل تقيل كده او بينزل بالراحة وبتكون تقيلة، هنزود لها سنة كده من المية او سنة من اللبن. وبعد كده هنحط بقى الخليط في صينية عندي مقاس 26 او 24. وطبعا الصينية انا مبطناها بزيت ودقيق او سمنة ودقيق، وهنحاول كده ان احنا نفرد الخليط فيها بالشكل ده. هنزل كل الخليط، احاول ننزل كل الخليط، وبعد كده هخبطها خبطتين كده على الرخامة لحد لما الخليط يتفرد معايا كويس في الصينية بالشكل ده. التسوية على درجة حرارة 180 درجة، ما بتاخدش وقت كتير في الفرن، حوالي نص ساعة، علشان كمية الكيك مش كبيرة في قلب الصينية. خلاص كده يبقى بتاخد حوالي نص ساعة على درجة حرارة 180 درجة. وتعالوا بقى نعمل الطبقة اللي احنا هنحطها على الكيكة بتاعتنا. عندي هنا نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، هضيف عليه نص كوباية من المية المتلجة، يعني نص كوباية من الكريم شانتيه عليهم نص كوباية من المية المتلجة أو اللبن المتلج. وطبعا علشان الكريم شانتيه اللي معايا خام هحط عليه معلقة من السكر، لكن لو انت بتستخدمي كريم شانتيه محلى خلاص ما تحطيش سكر خالص. يبقى تاني يا جماعة، اعملي نص كوباية من بودرة الكريم شانتيه عليها نص كوباية من المية المتلجة او اللبن المتلج، عليهم معلقة من السكر. ده لو كان الكريم شانتيه خام يعني مش محلى خالص، هيكون المقدار ده مظبوط معاكي جدا جدا على الكيكة. وطبعا هنفضل نضرب فيهم كده لحد لما القوام بتاعهم ما يتقل معايا. بصوا شوية بشوية القوام بيتقل معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. واستخدموا كريم شانتيه المتحدة، جميل جدا جدا وطعمه حلو كمان، وقوامه بيوصل للي احنا عايزينه بسرعة جدا. كده تمام، الكريم شانتيه تقيل معايا وقوامه بقى بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. وبعد ما ضربنا الكريم شانتيه وبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، اخدت كده معلقة كبيرة مليانة من الصوص اللي معانا في الكوباية، وبعد كده همزجه او هضربه مع الكريمة اللي احنا ضربناها. وعلى فكرة الكريمة دي ممكن تضربيها بالمضرب اليدوي عادي لو مفيش عندك مضرب كهرباء. وممكن كمان ما تحطيش معلقة الصوص دي، ممكن تخليها كريمة بيضة كده من غير معلقة الصوص اللي احنا حطيناها. وانا كده تمام خلاص قلبت معلقة الشوكولاتة اللي انا حطيتها مع الكريمة. كده تمام خلاص، هحطها بقى في التلاجة، ولما الكيكة بتاعتنا تطلع من الفرن هنشوف هنعمل مع بعض ايه. شايفين بقى قوامه تحفة ازاي؟ كل الكمية دي من نص كوباية بس من الكريم شانتيه. وبعد كده هجيب نص كوباية من اللبن الدافي، حطيت فيه معلقتين صغيرين من صوص الشوكولاتة اللي كانت معايا في الكوباية برضو، وهقلبه في نص كوباية اللبن لحد لما يدوب. نص الكوباية من اللبن دي اللي انا حطيت فيها معلقتين من صوص الشوكولاتة، دي اللي انا هشرب بيها الكيكة بعد ما تخرج من الفرن، علشان بتخليها طرية وهشة معايا جدا. وهنا الكيكة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن ريحتها تجنن. بصوا طرية وهشة ازاي يا جماعة، رغم ان هي كانت حتة صغيرة كده في الصينية، الا انها هاشت وكبرت ونفشت معايا. هستنى بقى لما تبرد خالص خالص وما يكونش فيها اي نسبة من السخونية، وبعد كده هبدأ ان انا اعمل لها فتحات بسيطة كده علشان اشربها باللبن وصوص الشوكولاتة اللي انا عملته لها. وطبعا دي نص كوباية اللبن اللي انا حطيت فيها معلقتين الشوكولاتة، وهشربها كده للكيك، هشربها كده للكيكة حبة بحبة، وهتلاقي الكيكة بتشربها شوية بشوية. بصوا ازاي يا جماعة، بتخلي طعم الكيكة رهيبة من جوه، وبيخليها طرية جدا كده زي الجاتو اللي احنا بنشتريه جاهز من بره. كده تمام. وانا كده خلاص شربت الكيكة بتاعتي بنص كوباية اللبن وصوص الشوكولاتة اللي انا عملته لها. وبعد ما الكيكة بتاعتي بقى شربت اللبن بالشوكولاتة اللي انا عملته لها، هبدأ بقى ان انا احط عليها الكريمة بالشكل ده واوزع الكريمة عليها.
هننزل بالكريمة على وش الكيكة اللي معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم نص كوباية من الكريم شانتيه الخام عليه نص كوباية من المية المتلجة ومعلقة من السكر، هيعمل لك كمية الكريم شانتيه الحلوة اللي معانا دي، كمية حلوة قوي. بعد ما فردت الكريمة على وش الصينية وسويتها بالشكل ده، هحطها بقى في التلاجة شوية كده او هحطها في الفريزر حوالي نص ساعة علشان طبقة الكريمة دي تجمد على وشها. وبعد كده هننزل بقى بباقي كوباية صوص الشوكولاتة اللي احنا كنا حاطينه معانا في اول الفيديو. وبعد كده هننزل بصوص الشوكولاتة وهنفرده كده على وش الصينية. بصوا بقى الناس اللي بتقول ان صوص الشوكولاتة بيبقى خفيف معاها، لا، ده انا بوزعه على الصينية بصعوبة من تقله، يعني هو بيكون معايا تقيل جدا اهو بالشكل ده، هوزعه بالشكل ده. وبعد بقى ما وزعت صوص الشوكولاتة كده فوق الجاتو اللي معانا، هحطه في التلاجة كده حوالي ساعة علشان الكيكة كده تتشرب من طعم الكريم شانتيه، والكريم شانتيه يتشرب كده من طعم الصوص اللي فوقه، وكلها تمتزج وتختلط مع بعضها كده. وهنا بقى الجاتو بتاعي يا جماعة بعد ما قعد في التلاجة حوالي ساعة او ساعة ونص كده، ما شاء الله ما شاء الله، طعمه يجنن يجنن يا جماعة، بجد تحفة. يعني مش قادرة اوصف لكم الجمال، جربوه ومش هتندموا خالص، وهيعجبكم وهيكون كمان ادمان، هتعمليه كل يوم وكل ما يخلص هترجعي تعمليه تاني. اقتصادي جدا جدا، بيضة واحدة ونص كوباية كريم شانتيه بس وحبة مية، عملت شوية جاتوه تحفة يا جماعة، طعمه يجنن، وهتنسي اي جاتوه هتشتريه من بره بالاسعار الفلكية اللي احنا بنشوفها دي، وحاجة هتشرفك قدام ضيوفك، اقتصادية جدا، ما اخدش مننا مقادير ولا وقت خالص، ولا كلفتنا كتير. الكيكة هشة واللبن اللي احنا شربناه بيها كده مخليها طرية وتحفة زي كيكة التورتة بالظبط، بالرغم انها معمولة ببيضة واحدة. الكريم شانتيه اللي محطوط على وشها مع طعم صوص الشوكولاتة تجنن تجنن يا جماعة، جربوه يا جماعة وهيعجبكم جدا جدا، وهتقولوا لي الجاتو تحفة. اللي عجبه الجاتو يا ريت يعمل لايك، ما تنسوش بقى تجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. وانا كده خلاص خلصت الوصفة بتاعت النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا عندي في القناة على اليوتيوب باسم سلوى بدر علشان يوصل لكم اشعارات بالوصفات الجديدة اول باول. هستنى رأيكم وتعليقاتكم ورأيكم كمان على الوصفة دي، وهستنى كمان تقولولي لو أي وصفات حابين إنها تكون موجودة معانا الفترة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.